الأول شك في الموضوع إنه ورم، لكن لما عرضها على أخصائيين أكبر منه كلهم أجمعوا إن البنت حامل في شهرها السابع، واضطروا الأخصائيين والدكاترة في المركز إنهم يتحفظوا على أبوها وأمها لغاية لما البنت تولد، لأن كان من الواضح إن البنت الصغيرة تعرضت للاغتصاب، ومن سوء حظها إنها كانت مريضة بمرض البلوغ المبكر، وكان أول حيض عندها جالها في سن 8 شهور بس. ولكن بعد كده الشرطة أفرجت عن أبوها وأمها لأن مفيش أي دليل ضدهم، وولدت لينا ولادة قيصرية لضيق الرحم عندها. ابنها اتسمى غراردو على اسم الدكتور، وابنها فضل عايش معاهم وكانوا مفهمينه إن ديت أخته لحد ما تم 10 سنين، وبعد كده بلغوه بالحقيقة، وعاش ابنها بصحة جيدة لحد ما تم 43 من العمر، وتوفى بمرض هشاشة العظام. وبكده تتسجل لينا مدينة أصغر في تاريخ الطب الحديث كله. لايك وشير، سلام.